اهلا بيكم من امريكا معايا. آم، حلقه مهمه. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا جدا جدا، لان هنتكلم فيها عن موضوع يخص كل الناس اللي عايشه في امريكا والناس اللي بتفكر تيجي تعيش في امريكا. فلو انت بتتفرج عليها سواء من جوه امريكا او من بره امريكا، فانا عاوزك تكون مركز. فاحنا هندردش، فممكن تعمل شوط في شرح حلوين كده وتيجي، او سناك، وتيجي تقعد كده وترحب معايا بضيف حلقتنا النهارده الدكتور بيتر تكلا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ ايمن، انا متشرف ان انا اكون معاك للمره الثانيه. الشرف ليا. وربنا يخليك. انا حابب اشكرك ان انت يعني حبيت تتكلم في الموضوع ده، لانه موضوع مهم جدا 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 الفتره دي و... ويمكن الموضوع واخد شكل سيريس قوي الفتره دي والفتره اللي فاتت. فيعني انا عايز اشكرك بجد على ان انت فتحت الموضوع ده ربنا وتوصل يخليك. الرسالة بتاعتك لاكبر عدد ممكن من الناس، وخصوصا الناس اللي بره امريكا اللي بتفكر تيجي بالطريقه دي. احنا الاول قبل ما نبدا اي حاجه خالص، انا عايز ابارك لك على الفيلم. دكتور بيتر يا جماعه عامل فيلم عظمه. يعني انا عايز اقول لكم ان حتى الناس صناع الاعلام او صناع الميديا في امريكا ما اعتقدش ان حد تطرق للموضوع ده اللي هنتكلم فيه النهارده. ما حدش تطرق له بشكل درامي انه يعمل عنه فيلم. يعني ممكن تكون الناس اتكلمت عليه، حتى هو يعني الساعه دلوقتي. حتى هو نقطه ضعف بالنسبه لبايدن ادمنستريشن لما بيتكلموا عنها في السياسه. هي نقطه ضعف كتيره جدا، هي موضوع تسلل الناس من الحدود ودخول امريكا بشكل غير شرعي وحاجات كده. بس لكن اول مره حد يعمل عنه عمل درامي، وانا يعني بشيد بالفضل بعد ربنا للدكتور بيتر انه فتح الموضوع ده في شكل عمل درامي. الفيلم اسمه ايه يا دكتور؟ واتكلمنا عنه. انا بقى هرجع لورا كده وعايزك انت تكلمنا عن الفيلم. طبعا مش هنحرق قصة الفيلم ولا حاجة، بس الناس يعني طبعا احنا عمالين نتكلم ونقول الموضوع، فطبعا الناس اللي بتسمعنا مش عارفين احنا بنتكلم عن ايه. فعايزك تكلم اول. مبروك على الفيلم، وان شاء الله يكون فيلم ناجح جدا سواء جماهيريا او على مستوى النقاد او على مستوى الصناعه بشكل عام، ويكون حاجه كده. انا حاسس واحساسي قوي ان شاء الله انه هيكون في جوائز كتيره وفي حاجات عظيمه هتحصل للموضوع ده. فمبروك على الفيلم. تقول لنا اسمه وفكرته جات لك ازاي، ولا ومين الكاتب ومين السيناريو والحوار والحاجات اللطيفه اللي يعني عارف انت الكلام الكبير اللي بيقولوه ده دايما المخرجين ده. ربنا يخليك. اولا شكرا جدا على يعني شكرا لك. مباركتك واتمنى يطلع بشكل كويس وبشكل لائق كده، ويسمع من بوك ربنا كده ان شاء الله الجوائز يا رب والحاجات. يا رب يا رب. هو انا عايز بس قبل ما اقول لك اي معلومات عن الفيلم، عاوز اقول لك ان ان فعلا ما حدش تطرق الموضوع ده بشكل درامي. لكن يعني كل واحد برضو بيتكلم بالجزء اللي يقدر ينفذه. يعني معظم الاعلاميين اتكلموا عن الموضوع ده ووعوا الناس. انا يمكن مش اعلامي قوي، بس انا يعني فيلم ميكر. فدايما مؤمنين ان الدراما او السينما او الفن عموما بيعبر عن الواقع، وبيعبر عن المشاعر اللي جوه الناس، وبيعبر عن الاحداث اللي احنا عايشينها. فعشان كده عملنا الفيلم ده. الفيلم اسمه 40 يوم، ويمكن اخترنا اسم 40 يوم علشان متوسط عدد ايام الرحله 40. في ناس قعدوا اقل من كده ودول كانوا ناس محظوظين، وفي ناس قعدوا اكتر من كده الموضوع يوصل لشهور، وفي ناس قعدوا سنين. اللي هي رحلة آه، من ما بتطلع من بلدك الأصلية، يعني مثلا من مصر، سوريا، مظبوط العراق، لبنان، لغاية لما بتوصل الأراضي الأمريكية عن طريق التهريب. مظبوط، من اول ما تطلع من بلدك. وعلى فكره الموضوع مش بس على البلاد العربيه، ده الموضوع في كل مكان في العالم. يمكن باستثناء دول معينه في اوروبا، يعني اللي هم مش محتاجين يهاجروا بطرق غير شرعيه. لكن في الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها دي، من كل مكان في العالم. وكمان اللي اكتشفته ان الموضوع ده حديث الساعه دلوقتي، لكن الموضوع ده بقاله 100 سنه. من 100 سنه امريكا بتجيلها ناس من حدود المكسيك. يمكن دلوقتي علشان الميديا وعلشان زي ما قلت بايدن ادمنستريشن يعني للاسف فاتحينها على البحري، الدنيا مبهوأة. وعلشان السوشيال ميديا، فالناس بقت بتقول لبعض ان الطريق ده موجود. لكن من ضمن الريسيرش اللي انا عملته والناس اللي اتكلمت معاها، في يعني الموضوع بقاله سنين وسنين وسنين وسنين. طبعا مش بكميات الناس المهوله دلوقتي، ولا أنا سمعت بال... الرقم اللي قاله ترامب في أحد الحملات الانتخابية بتاعته، في أحد الجولات اللي عملها. قال إن الرقم اللي تقريبا هم مش عارفين رقم حقيقي، يعني مش عارفين رقم ممسوك فعلا، بس بيقولوا الرقم يوصل، اللي وصل لهم يعني إن هو تقريبا 11 مليون في خلال الأربع سنين اللي فاتوا بس. ده هو قد رقم. يكون. بيقولوا الرقم ده أقل بكتير من الحقيقة.
بالظبط، هو رقم يخض، هو فعلا اقل بكتير من الحقيقه لما تعمل ريسيرش على الموضوع وتشوف الفيديوهات. ودي حاجه عايز اقولها برضو، ان مش كل الناس مسموح لها ان هي تصور، بس في ناس بتصور من تحت لتحت يعني. لكن معظم الريسورسز اللي جات لنا، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. وده يمكن رقم الناس اللي دخلت. للاسف في ناس ما عرفتش تدخل، وفي ناس يعني توفت اثناء الرحله، ودي المأساة الكبيرة. فهو الموضوع بيتكلم، الفيلم بيتكلم عن الرحله نفسها. مم. طبعا انا مش عايز احرق اللي هيحصل اكيد. بعد كده، بعد اكيد. بعد يعني الوصول عند البوردر. بس عموما الفيلم بيتطرق لتفاصيل مهمه جدا في الرحله. مم. ومن اهم التفاصيل دي، قد ايه الرحله دي رحله موت، رحله قاتله. يعني رحله مميته، مش رحله فسحه. ممكن الناس تبقى فاكره ان انا باخد طياره بنزل بلد، بعد كده بركب عربيه بنزل بلد تاني بعد كده. لا، الموضوع مش كده خالص خالص. وطبعا ده بناء على عدد كبير جدا من الناس اللي اتكلمت معاهم، يمكن حوالي 20 او 25 شخص جم بنفس الطريقه دي، او يمكن اكتر. خدت منهم كل التفاصيل. عاوز اقول كمان ان القصه يعني للاعلاميه ميرا فيكتور. ميرا علشان كانت بتشتغل شويه في الاميجريشن، والسيل بتشتغل في الاميجريشن، فعدى عليها الموضوع ده كتير. ف... ففي قصه حقيقيه تحية حصلت. للأستاذة ميرا فيكتور قبل هي ما الاستاذه ميرا نسكيب، طبعا. يعني كل التحية ليها يعني وهي شاطرة جدا، وأنا من الناس اللي بحبهم يعني في البرنامج بتاعها اسأل مع ميرا، صح كده؟ صح كده. لا، هي شاطره جدا، وهي هي شاطرة وجميلة وتستاهل كل التوفيق يا رب. طبعا. فهي اللي شافت القصه دي كانت قصه حقيقيه، وبعد كده تواصلت معايا وحكت لي القصه اللي هي بتفكر فيها. فانا تحمست الموضوع جدا، وقلت لها خلاص انا عملت السيناريو والحوار والتفاصيل بقى كلها، لغايه ما الحمد لله بقى عندنا فيلم متصور دلوقتي. انا مش عايز احرق تفاصيل كتير واحداث كتير، احنا مش هنخش في لكن التفاصيل، احنا اه احنا يهمنا الفكرة جدا يا دكتور، لأنها موضوع مهم يعني بالمناسبة أنا كنت اتكلمت، عملت حلقتين في من أمريكا مع أيمن عن موضوع الحدود. أول مرة حكيت قصتين، ومع الأسف الناس كدبتني. يعني حضرتك عندك قصص كتيرة واحنا هنجيلها شوية قدام، بس أنا حكيت قصتين لناس أنا سمعتهم في تينيسي. و وزي ما انت بتقول كده، مع انتشار السوشيال ميديا الناس بدأت تحاول تتواصل مع بعض عشان ينفذوا الفكرة ان هم يجوا عن طريق الحدود. فانا بقول للناس في الفيديو بتاعي يا جماعه ما تجوش على الرحله دي رحله موت. فلقيت الناس تحت في الكومنتس بيظبطوا، طب بص انا هقابلك من الحته الفلانيه وهنيجي. وكأن انت ما بتكلمش حد، كأن انت بتقول للناس ده احنا جايين رايحين الهايد بارك هنتفسح، مش مع الاسف مع الاسف الفكر ممكن يكون الناس يعني عاوزه تيجي باي شكل وباي طريقه، ومش مستوعبين ان الموضوع قاتل، مش مستوعبين ان هو في ناس بتضحي بحياتها، في ناس بتموت، وفي ناس في قصص بشعه. يعني من قصص اللي سمعتها قصص بشعه، في ناس بتموت، في ناس اولادها بتموت، في يعني اسف، في ستات بيعتدى عليها، وفي طب انا اطفال ما بيقدروش يكملوا الرحله، ولسه شفتوا الناس اللي اتضرب عليها عاوز النار. اسالك على حاجه يا دكتور، بما انك قلت شفت قصص كتيره. مهم. احنا يمكن سمعنا الاسبوع اللي فات، لسه الاسبوع اللي فات ده كان في اسره مصريه مظبوط. ماتت بالكامل. ودي مم. نتيجه ان الحكومه المكسيكيه يعني فكروهم ان هم مجموعه من المهربين وضربوا عليهم نار، والاسره كلها اتصفت. وده مش كلام مم. يعني افتكاسه، ده موجود على الميديا، يعني يمكن مش دي الميديا حقيقة العربيه. واقع. يمكن مم. الميديا العربيه ما اتكلمتش عليه، بس موجود هنا في امريكا، وكان عامل بروباجندا كتيره جدا، واتنشرت صورهم في كل وسائل الاعلام. ولكن انا عايز اسالك على حاجه يا دكتور بقى، احنا طبعا مش هنحرق قصه الفيلم، ولكن انت سمعت قصص كتيره. لو في قصه منهم مظبوط. ما دخلتش جوه الفيلم، او دخلت جوه حيز الفيلم بتاعك واثرت فيك، يا ريت تدينا هنت عنها. يعني انا حاسس ان ممكن تكون دي حاجه برضو نقوص خطر زي ما بيقولوا كده، نقول للناس لو في قصه من القصص انت تدي فكره كده يعني اثرت معاك قوي، وانت بتسمعها اتاثرت. ممكن تكون ما دخلتش في حيز الفيلم في علشان ما نبقاش قصة. بنحرق احداث الفيلم. قصه غير القصص اللي انت تطرقت لها في الفيلم بتاعك، يمكن تكون زي ما بيقولوا كده اوقات الواقع بيبقى اصعب من الدراما. هو حقيقي الواقع اصعب من الدراما بكتير، ده حقيقي. في قصة من بشاعتها انا كنت متردد ان هي تتحط في الفيلم ولا لا. مش هقول اذا كنا حطيناها في الفيلم ولا لا، بس هي مش قصة هنقول. يعني هي فعلا من بشاعتها، يعني اللي احنا سمعناه كانت، طب دي لما تتحط في الدراما دي هتبقى يعني صعبة جدا.
آه، واحدة جاية هي وجوزها وابنها، و- وطبعا المهربين، هي بتتعامل مع مهربين، بتتعامل مع ناس يعني مافيا. مهم. فقرروا يعتدوا عليها قدام جوزها، وبعدين قتلوا جوزها، وابنها ما استحملش الرحلة فمات. فدفنته، و... وجت كملت الرحلة، كملت الطريق. طبعا ما اعرفش اذا كانت وصلت دخلت ولا لا، انا ده اتحكى لي من ناس قابلوها. مهم. ان انت متخيل جايه هي وجوزها وابنها عشان امريكا وارض الاحلام وكده، وفي الاخر ينتهي بها الحال المأساوي ده. آه، قصص تانية، في قصة تكاد تكون فاني، بس هي برضو قصة بتعبر عن حاجة صعبة يعني، ودي اتحكت لي دايركتلي من الشخص. انت عارف ان المصريين دايما يحبوا جو الهزار والضحك حتى مهم. في اصعب أصعب الاوقات. المواقف. فمجموعة مصريين مع بعض في الرحلة دي somehow قاعدين في حتة معينة في بريك وكده، آه، وبيهزروا، واحنا طبعا ما شاء الله صوتنا عالي قوي في الهزار. فواحد من المهربين بكل بساطة طلع مسدس وحطه في راس واحد منهم، وقال له يعني لو اصحابك ما سكتوش هضربك بالنار. فالقصة زي ما بقول لك تكاد تكون فاني، بس ده معناه ان الرصاصة عندهم رخيصة جدا، والبني ادم جدا رخيص جدا. جدا. يعني انتوا عاملين صداع، هضربكم بالنار. فتخيل بقى لو حد عمل معاهم مشكله، او حد اختلف معاهم، او حد ما اداهمش الفلوس اللي هم عاوزينها، او تخيل كام واحد ممكن يكون اتقتل واحنا ما نعرفش عنه حاجه. يعني احنا بنعرف الحاجات دي من الناس اللي جت وحكت. القصص اللي تمام، لكن اتسجلت، الناس اللي القصص اللي اختفت بقى كلها كده على بعضها ما حدش عارف عنها حاجة ما. في ناس، وفي احداث كتير قوي، ناس اتقتلت واتثابت في قصه من القصص اتحكت برضو. هم بيمشوا في مجموعات، ف مهم. ف فواحد من المجموعه جت ستك في حاجه معينه في الارض، في صخره، وات ايفر، مش قادر يكمل. مهم. لا مش هنساعده، احنا مش، ما عندناش وقت، احنا لسه هنقف ونساعده، هنسيبه ونمشي. واو. فده موضوع بشع جدا يعني، وما تعدش طيب. بقى يعني، فعلا القصص كلها مأساوية لأبعد الحدود. يمكن عايز اقول لك مهما كان الفيلم مأساوي فهو يعني حقيقي. برضو حقيقي، بس الواقع اصعب، الواقع اصعب بكتير. طب دكتور، الفيلم كان كفكرة، فكرة جميلة وحلوة، بس قول لي بقى، يعني عايز اعرف من حضرتك برضو كمان، احنا بنتكلم في دراما تقيلة وقصص يعني، وانت بتختار الكاست وانت بتجهز للفيلم والترتيبات والتمويل، وانا عارف ان موضوع التمويل ده كمان برضو موضوع مش سهل انك تعمل فيلم بالتقل ده، وفي قصص، فانت اكيد عندك عندك ممثلين وعندك مجاميع وعندك حاجات. عايز اعرف برضو منك شويه عن الصعوبات اللي قابلتك وانت بتجهز لحاجه زي كده، يعني فيلم، انت مش احنا مش بنتكلم عن فيلم فيه اتنين تلاته في شقه وحاجه كده، واحد هيقول افيه واحد هيعدي قدامك كمان، انت بتتكلم في حاجه اكيد برضو فيها تصوير، معظم التصوير او الدور شغل بقى، يعني فيها جيبات وعربيات وحاجات فهقول لي يعني، عايشني كده جو الكواليس للناس اللي بتسمعنا تتخيل. طبعا انت اكيد هتعرض الكواليس لان انا عارف ان اكيد ريتش قوي يعني، بس خلينا يعني نخلي الناس اللي بتسمعنا دلوقتي تتخيل اللي انت شفته وانت بتشتغل على بروجكت بالحجم وبالتعب ده جنب شغلك. انا عارف ان انت طبيب، يعني انت كطبيب يعني برضه يا جماعه الناس اللي صيدلي. ما شافتش الحلقه الاولى قبل كده، الدكتور بيتر كان منورنا. دكتور بيتر طبيب، يعني دكتور بيمارس الطب جنب صيدلي. الصيدله، جنب اه. الصيدله، جنب الاخراج. ويعني ويتشز يعني هو عنده اسره طبعا وبتاع، فطبعا انت عارف بقى، انت كراجل عايش في امريكا عارف يعني راجل صاحب بيت وعنده مورجج وعنده مش عارف ايه والحاجات دي جنب الاخراج. فانا عاوز اعرف التعب اللي انت شفته عشان تطلع عمل ان شاء الله يكون عمل حلو جدا. بس كلمني عن الحاجات، اكتر الحاجات اللي قابلتك، سواء بقى كانت تمثيل، اخراج، اختيار الكاست، الشغل، يعني اكتر هم كان عندك ايه وانت شغال؟ وطبعا الموضوع مجهد جدا، ما اقدرش يعني اقول حاجه، ومتعب، وبياخد وقت كبير جدا، وبياخد مجهود وتفكير. التحديات كانت كتيره جدا، يمكن اللي قلت عليهم واكتر. بقالنا مثلا سنه ونص او اكتر من اول ما الفكره يعني طرحت عليا لغايه ما الفيلم لسه، يعني احنا لسه مخلصين تصوير، لسه في شغل تاني جاي في المونتاج. مهم. يمكن طبعا اصعب حاجه انا كان خدتك من لاي المونتاج فيلم. بالمناسبه يا جماعه، يعني دكتور بيتر خلص المونتاج ودخل على اللايف. تقدر تقول كده. طبعا اكبر تحدي لموضوع زي كده التمويل.
لان التمويل كان صعب جدا. لان زي ما حضرتك قلت، احنا مش بنصور في بيت ولا في شقه، او مش بنصور مش يوم تصوير ولا يومين، احنا خدنا حوالي 12 يوم او يمكن 13. وكان يمكن 90% منهم اوت دورز في غابات، في اماكن صعبه، واماكن التصوير فيها صعب، والوصول ليها صعب، والاضاءه فيها صعبه، وطبعا بنحارب الشمس، يعني اول ما الشمس بتغيب فاحنا كده المشاهد دي ممكن تتاجل وكده. طبعا كان في ممثلين. انا حبيت اخلي الموضوع واقعي جدا جدا جدا، فالفيلم مش مصري. مهم. الفيلم امريكي، وفي مشاهد بتتكلم عربي، بس هو مش مصري. فكان مهم. في معانا ممثلين من دول مختلفة في العالم، مهم. من الهند وباكستان وارمينيا وافريكا آه، لان دي الحقيقه، دول الناس كلهم دول بيتجمعوا على الحدود. يعني على الحدود انت مش هتشوف بالظبط. بس مصريين ولا عراقيين ولا هتشوف ناس من كل حته، هتشوف لاتينو وهتشوف افريكان امريكان ولاتينو طبعا. وهتشوف تشاينيز وهتشوف فنزويلانز وهتشوف كل حته، انديانز وكل حاجه، هتشوف كل حاجه على الحدود. كل حاجه. فكان عندنا ممثلين من اكتر من دوله في العالم، وده طبعا كان صعب، انك انت عايز تختار كاست، والكاست مظبوط، وكاست يعبر عن الحكايه. مهم. مش يعني مش هينفع تعملوا فيلم عربي، مش هينفع تعملوا فيلم مصري بس، حتى لو الابطال بتوعنا مصريين. ف... مهم. فده برضو كان تحدي تاني، انك تعمل زي الهارموني ما بين كل الكاست ده، وانك تختار الكاست المظبوط. تاني حاجه ودي كانت مهمه جدا، والحمد لله ربنا وفقنا فيها، اللوكيشنز. اللوكيشنز اه. كانت صعبه، ان انت محتاج لوكيشنز تكون آه، يعني لاتينو. انت في سنترال امريكا او ساوث امريكا، مهم. بيسكلي سنترال امريكا. فانت محتاج اماكن شبه كده. كمان انت من ضمن الحاجات الصعبه انك بتعمل ميكس ما بين حاجه دراما، حكايه، وقصه حقيقيه. مهم. فانت شوف، انت عايز تبقى واقعي على قد ما تقدر. مهم. فطبعا كل التشالنجز دي، وفي نفس الوقت كان الكرو كبير، يعني كنا مثلا الكاست والكرو كنا حوالي مثلا 30 او 35 واحد في اللوكيشن في اليوم الواحد. مهم. فطبعا إدارة 35 شخص عشان نعرف نشتغل ونطلع أفضل حاجة ونطلع قصة يعني صعبة بالشكل ده، برضو الموضوع ما كانش سهل جدا. مهم. لكن الحمد لله نشكر ربنا، يعني وفقنا وقدرنا نعمل حاجة. يعني كنا منظمين، والكرو كان كويس جدا، والكاست كان كويس جدا، ونشكر ربنا، يعني نطلع حاجة تليق بالمستوى اللي احنا عملنا بيه، وفي نفس الوقت توصل رسالة. وده أهم حاجة عندنا، إن احنا نوصل اللي احنا عايزين نقوله من الفيلم. ما يبقاش مجرد فيلم فور انترتينمنت. هو طبعا في قصة وانترتينمنت وكل حاجة، طبعا. بس في بيهايند الانترتينمنت ده في حاجات تانية، طبعا. في مسج، في توعية. يعني بالظبط. كنت دايما بقول، او I always believe الفيلم ده ممكن ينقذ حياة شخص. وده انا اكيد. مش بكبر الموضوع، بس لا، ده حقيقي. ممكن حد يكون بيفكر يعمل كده، ويشوف الفيلم ده فيتراجع، فممكن الشخص ده يكون لو خد الخطوة دي يحصل له زي ما احنا بنسمع، او زي ما حصل احنا لسه في شايفين يا دكتور من قريب فيلم زي لايف، زي جوت لايف. الفيلم ده عمل قد ايه على موضوع حاله من حالات اللي هي السبوت لايت على موضوع الكفيل وبتاع، عشان بيتكلم عن حياه شخص عاش معاناه. مظبوط. فالافلام الواقعيه المبنيه على قصص حقيقيه، وهو ده هدف الدراما، انها تخدم الناس مش مجرد بس مظبوط. انترتينمنت. يعني انا لما ادخل طبعا حلو لما نتفرج على حاجه لايت او كوميدي او نتبسط بيها، بس برضه لما بيكون في مسج في الموضوع بتفرق كتير مع الناس، بتغير من حياتهم او بتحط على الاقل تخليني ان انا لو انا باخد فكر ان انا اجي امريكا والطريق ده اللي في دماغي، لا اراجع تاني. يعني انا دايما بقول للناس ايه، ما تدخلش امريكا. حتى الناس كتيره بتتواصل معايا بتسالني على صفحاتي الخاصه، بتسالني على موضوع المجيه عن طريق الحدود دي. بقول لهم يا جماعه ما تدخلش امريكا غير لما تاخد ختم على باسبورك ويقول لك ويلكم تو ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا. غير كده ما تجيش. جاي بقى سياحه، جاي دراسه، جاي بتاع، وهتوفق اوضاعك وهتعمل اسايلم، اعمل اللي تعمله، بس ما تدخلش امريكا عن طريق الحدود. ما تحطش نفسك في موقف او تحط اسرتك في موقف. انا بستغرب من الناس اللي بتيجي معاها اطفال
وبيرموهم في النار كده علشان ايه؟ تقول انا جاي عشان مستقبل اولادي، بس اذا كان انت اصلا بتقضي على اولادك بدري بدري. يعني انت تمشي في بص، الطريق. هقول لك حاجه اتفضل. يعني بخصوص الموضوع ده. يمكن معظم الناس اللي اتكلمت معاهم عن الموضوع ده ما كانوش يعرفوا، عشان ما ندينش حد يعني، ما كانوش يعرفوا ان الموضوع صعب قوي كده. مم. تمام. تمام. آه، الناس الناس اللي اتكلمت معاها ما كانوش يعرفوا قد ايه ان الموضوع صعب والموضوع خطر. حتى اللي بياخد ولاده معاه فاكر ان هو عادي هيسافر من مكان لمكان لمكان، وهيبقى هيلاقي نفسه في امريكا زي ما قرايبه راحوا امريكا، زي ما اصحابه الناس بيتكلموا. مم. الناس. وبرضه في حاجه تانية اتقالت برضه عاوز اوضحها، ان الموضوع مكلف جدا طبعا، وبيوصل لارقام خياليه بالمصري ملايين. يعني. انا سمعت حاليا دلوقتي في مصر اتقال لي ان اه، في ناس اللي عاوز بتدفع اوضحه. بالمليون جنيه عشان تسافر. اه، مع الاسف يعني برضو الناس متهمه ان انت لو انت معاك مليون جنيه في مصر، ايه اللي يجيبك هنا؟ مع الاسف الناس دي بتبقى مستلفه الفلوس دي، اه. بتبقى واخده متداينه بيها على امل ان هو هيجي امريكا هيعمل فلوس كتيره فهيبعت. وعاوز اقول حاجه تاني برضو، ما اعرفش، أنا مش عايز ادين، بس ممكن يكون احنا اللي عايشين في امريكا سبب في الموضوع ده. احنا اللي بننشره على السوشيال ميديا، ولما بننزل مصر بنقول احنا الشو واحنا اوف واحنا، الزياده. فبنعمل شو اوف زياده، وساعات بيبقى فعلا زياده. اه. آه، اجينا انا مش بدين حد، بس ساعات بيبقى فعلا زياده. اه. فبيخلي اللي موجود في مصر ده، لا طب انا عايز اعمل كده، طب انا يقدم مره واثنين وثلاثه على فيزا، فما ما يعرفش ياخد فيزا، ما يعرفش يسافر اي بلد، وما مم. قداموش حل غير كده، هيستلف وهيدي فلوس لحد املا ان هو يجي يعيش عيشه كويسه. وفي نفس الوقت بالنسبه له انا ما عنديش حل تاني، ما عنديش فرصه تانيه. فبرضه احنا مش عايزين نظلم الناس اللي بتفكر بالطريقه دي، احنا عايزين نوعيهم. هو ونقطه تانيه مش مهمه غلط جدا انك جدا عايز. اتفضل. النقطة عايز أوضحها، ودي يمكن متاخد، يعني مش عايز أقول هي متاخدة علينا، بس يمكن تكون متاخدة على التوجه بتاعنا including دونالد ترامب. إن هم الناس بتقول إحنا ضد الهجرة. لا، إحنا مش ضد الهجرة لأمريكا خالص. وبيتهموا ترامب إن هو ضد المهاجرين لأمريكا. لا تماما. فأنا عايز أكد الجملة دي، إحنا مش ضد الهجرة. حتى الفيلم ده ما بنقولش يا جماعة ما تجوش أمريكا، بنقول يا جماعة تعالوا بالطريقة الصح، زي ما حضرتك قلت، ما تجيش غير وفيه ختم على باسبورك. بالظبط. تعالى بالطريقه الصح واهلا بيك امريكا. ارض الاحلام، امريكا ارض الفرص، هيبقى ليك فرصه في البلد، بس تعالى مظبوط. وفي نفس الوقت انت لما بتستنى دورك علشان تيجي، سواء هجره او لوتري او ما انت لما هتيجي هنا بشكل غير شرعي، ما انت هتقعد مستني دورك برضه عشان يبقى معاك ورق وجرين كارد. بالظبط. هي ال ال هي ال الفكره كلها زي ما حضرتك قلت كده يا دكتور، ان الناس بس محتاجه يعني ابقى صبور. يعني حاول مره واثنين وثلاثه، طب السكه دي ما نفعتش اجرب السكه دي. طب ما نفعش موضوع اللوتري مثلا، اجرب موضوع السياحه، اجرب موضوع الدراسه، اجرب يعني ادرس حاجه معينه او اعلم نفسي حاجه معينه، واحاول ان انا اخش مثلا. يعني مثلا الهنود هنا كتير منهم جدا على فيزا عمل علشان شاطرين في الاي تي وبيجوا. يعني انا عندي كذا حد معايا في الشغل بقالهم جوه امريكا بالسبع والثمان سنين على فيزا عمل، عشان هم متخصصين مثلا في الاوراكل، في السيستم اناليسز، في مش عارف ايه. لو انا عملت اشتغلت على نفسي شويه كده وجرب يعني. وبعدين في الاول وفي الاخر مهما انا عملت ما فيش حاجه يعني حتى الناس اللي ما كانتش تعرف ان في مجازفه ادينا بنقول حضرتك بتوعي عن طريق الفيلم، انا بقول عن طريق البرنامج بتاعي على قد التولز اللي في ايدينا يعني. بس اديك عرفت ان في خطر. فبلاش بقى تبقى العمليه تستسهلها قوي وتقول ايه يعني إيه اللي هيجرى هنا وهنا مش عارف ايه. اصل احنا هناك مش عايشين ماشي. ما انت مهما كان برضو المخاطر الماديه اللي انت بتواجهها، بس مش زي ما حضرتك ذكرت كده ان واحد يعتدوا على زوجته قدام مراته قدام ابنه. وهو يعني حاجه في منتهى البشاعه. يعني محدش يقدر بصراحه، يعني ربنا ما يحطش حد في الموضوع ده. مهما كان الريورد اللي انت هتشوفه بقى لما تروح امريكا ولا لما هتيجي في اي مكان، مش قد انك تتحط في موقف زي كده او في لحظه زي دي. آم، انا عارف يا دكتور ان انت مشغول وموضوع المونتاج ده يعني كتر خيرك ان انت يعني سبت اللي في ايدك وجيت لي. فيعني انا عايز ابارك لك المره التانيه على الفيلم، وان شاء الله يا رب هيكون حاجه كبيره، وهيكون زي ما بيقولوا كده سبوت لايت على موضوع
ممكن يفرق مع كتير من حبايبنا واهالينا واخواتنا اللي بيفكروا يجوا امريكا. وزي ما حضرتك ذكرت يعني امريكا بلد تتسع للجميع، واللي عاوز يجي ينور البلد 10 مليون كيلومتر مربع يعني تساعد من الحبايب ألف زي ما بيقولوا. و... وكمان فرص كتيرة وحاجات حلوة، بس تعالى بالطريقة اللي لا تأذيك ولا تأذي أهلك. وكمان خد بالك من حاجة، أنت لما بتدخل عن طريق الحدود، ودي يمكن أكيد أنت سمعتها يا دكتور من الناس كتير من المهاجرين بينفضوك، يعني أنت بتدخل بالقميص اللي عليك. يعني فانت عاوز ده تبدا، لو انت دخل عاوز معاك تبدا أطفال. حياتك بفلوس هنا، ما هو انت جاي م- هنا ابيض. انت م. انت لو جاي داخل بالطياره وداخل بفيزا واخد تاشيره، معاك على الاقل قرشين، معاك حتتين ذهب كنت شاريهم لمراتك فتقدر تبيعهم هتمشي حالك. لكن انت ده داخل كده يعني. ولا ايه يا دكتور رايك في الحكايه دي؟ لا لا، ده انا معاك. ده الموضوع اصعب من كده. يا ريت بينفضوك وبيسيبوك بالقميص. ده لو انت مش معاك فلوس. يعني في ناس اتخطفت مش معاها فلوس، بيكلم حد يعرفه يحول فلوس. امم يعني اما هنقتلك. يعني فالموضوع غير بالنسبه لهم تجاره سهل. الاعضاء، ده غير تجاره الاعضاء كمان ما اتكلمناش فيها. ده في ده ناس موضوع اختفت، تاني، ده في موضوع ناس تاني. اختفت في الغابات مم. يعني. تجارة أعضاء ربنا يسترها يعني على الناس كلها. فيعني إحنا بنتمنى لكل الناس السلامة. الموضوع أسوأ مما تتخيل وأبشع مما تتخيل. و... وأنت بترمي نفسك لناس أنت ما تعرفش دول مين ولا بيعملوا إيه ولا هيعملوا إيه. ويمكن دلوقتي أنت سمعت على اللي بيحصل. فيعني أتمنى إنك تفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما تاخد الخطوة دي، وخصوصا لو معاك أسرة وأطفال. يا رب. يعني ما تفكرش خالص لو معاك أسرة وأطفال في الموضوع ده ولا في الطريق ده. حتى لو هتقعد في مصر، آسف، هتشحت. على الأقل عايش. ده حقيقي، ده حقيقي. يا دكتور كل التوفيق، وبجد ألف ألف مليون مبروك على الفيلم والنجاح لنجاح. ودايما يعني أنا بتبسط قوي. أنا بيج فان لدكتور بيتر، يعني أنا من متابعينه ربنا جدا، وبشوف يخليك. تحركاته في المهرجانات، ويعني فعلا بجد يعني حاجة تشرف. والشغل اللي حضرتك بتعمله بجد حاجة جميلة. ودي زي ما احنا، لو لما شافش من حضراتكم الحلقة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن انك لو عندك هواية ازاي تنميها، بشجعكم ترجعوا تتفرجوا عليها. الحلقة كانت حلوة جدا، وكان الدكتور بيتر ادى نصايح فيها لكل الناس اللي عندهم موهبة ازاي ان هم يستغلوها ويوجهوا موهبتهم، سواء بقى ايا كانت هوايتك، رسم، تمثيل، رياضة، ايا كان، ازاي تنميها وازاي تحولها من موهبة لاحتراف، تقدر ان انت تبقى بالنسبة لك حاجة حلوة جنب حياتك، ويبقى لاين كده ماشي جنبك بتعمل فيه حاجات حلوة. مبروك تاني يا دكتور. وان شاء الله كده يعني يعني الفيلم يوصل كان و... وتجيب لي بقى، بس انت اللي هتجيب لي دعوة، تقول لي تعالى نروح مع بعض نحضر، وانا اروح اغطي المهرجان ان شاء يا الله. ريت يا ريت ده يوصل كان واحنا ناخد الحبايب كلها معانا. ان شاء الله، ان شاء الله يا دكتور. شكرا جدا يا استاذ ايمن. اولا انا متشرف جدا ان انا اكون معاك يعني شرف هنا. ليا. وبشكرك على التوعية للناس يعني، او لمتابعينك في الموضوع ده، لان الموضوع مهم. انا عايز اختم بس بجمله. من ضمن الناس اللي اتكلمت معاهم يعني شاب حوالي 20 سنه مثلا او يمكن اصغر. بعد ما سمعت قصته الصعبه جدا يعني، بدون ذكر اسماء، فقلت له: انت لو رجع بيك الزمن تعمل الرحله دي تاني ولا لا؟ قال لي: لا طبعا، انا ما كنتش اعرف ان هي خطر جدا كده. وقال لي: انا طبعا كنت معرفه ان انا بعمل فيلم عن الموضوع. قال لي: انا مبسوط ان انت بتعمل فيلم علشان نعرف الناس اللي لسه بتفكر تيجي قد ايه خطورة الموضوع ده. لان هو شخصيا ما كانش يعرف الموضوع صعب. وهو شخصيا كان فاكر ان الموضوع مجرد رحلة من مكان لمكان، وهي فسحة ونوصل للحدود وتمام على كده ونعدي. لكن ما كانش يعرف قد ايه الخطر اللي فيه. في مصر فانا بشكرك. الرحلات دي بيسهلوا المواضيع للناس، لان هم بيستفيدوا. بيقول لهم ما تقلقش، طبعا. الموضوع جميل وهو كده مستفيد. ما هو ويقول اللي لك بيعمل لك الاعلام بيأفور الكونتاكت في والاعلام بلدك مع اللي بيكبر. هنا، اه. وهو بيبقى فبيسهلوا. مطمن بقى ان في حد مظبط معاه بقى. ده فلان خلاص هو اللي هيخلص لك الموضوع. وبيكتشف ان فلان ده بس سلمه وباعه خلاص. هو بالظبط، بالنسبه له بضاعه. بالظبط، بضاعه بالظبط، من واحد لواحد. merchandise على راي يعني المساعده بتاعتي بتقول لي: treating people like merchandise. بالظبط. فانا بشكرك جدا على انت يعني بتثير الموضوع ده. ونتمنى ان الحلقه تكون يعني
مفيدة لمتابعينك، وفي نفس الوقت تابعوا الفيلم وتابعوا الأخبار اكيد. بتاعته. احنا هنحاول ننزله إن شاء الله ان قريب. شاء الله هنتقابل تاني يا دكتور لما الفيلم يبقى في دور العرض باذن ربنا، ونقول للناس وان شاء الله انا عايزك تبعت لي كده البوستر الرسمي اول ما يخلص عشان انا هنزله على صفحتي واقول للناس تروح تتفرج عليه. أكيد أكيد هنعمل طبعا، يعني على قد ما نقدر شير ان شاء الله. بشجع و... كل الناس تتفرج ان شاء الله على فيلم 40 يوم. اول ما يتحدد ان شاء الله ميعاد نزوله هنبلغكم، انا هبلغكم على صفحتي وهعمل شير للدكتور هيقوله، وان شاء الله نتفرج عليه. انا اول واحد هروح اتفرج ان شاء الله، وباذن شرف. ربنا شرف ليا، ربنا يا رب يخليك. يكون على مستوى كويس، ويا رب يعني يعجب الناس ويوصل الهدف اللي احنا عملنا الفيلم علشان. اكيد ان شاء الله. بكرر شكر الدكتور بيتر تاكلا، المخرج والصيدلي والامريكي بقلب مصري، واللي بيحاول يساعد كل الناس من خلال اعماله الدراميه. بشكرك جدا يا دكتور بيتر، نورتني النهارده بجد، وسعيد ان احنا نكون مع بعض المره التانيه. بجد الوقت مع حضرتك يعني بيعدي كده كانه يعني كانهم دقيقتين. انا ببقى مستمتع يعني جدا في الحديث معاك، لانك يعني بعيدا عن صداقتنا على المستوى الشخصي ولكن كمان على المستوى الفني انا بستفيد منك كتير. ودايما حتى لسه كان بيقول لي على شويه حاجات على الكادرات قبل التصوير وبتاع، فانا مم. ببقى مبسوط ان انا بتعلم من دكتور بيتر كتير يعني. شرف ليا، شرف ليا. ربنا يخليك يا دكتور. بشكركم جدا يا جماعه، ويا ريت تشاركوا الحلقه دي، مش علشان الانتشار والقناه ومن امريكا مع ايمن، احنا نشكر ربنا احنا منتشرين بوجودكم وبمحبتكم، ولكن علشان التوعيه فعلا، لان كل واحد بيتفرج علينا النهارده اتمنى يحط الحلقة دي على صفحته، يبعتها للناس على الماسنجر على الواتساب، علشان الناس تبعتها لبعض، عشان اللي عنده التفكير ده، حتى لو انت ما تعرفوش، انت ممكن واحد تبعتها لحد وحد يعمل لها شير، يكون حد بيفكر في الفكرة دي، فتكون بالنسبة له كده يعني ايه، ريد فلاج، علشان ياخد باله لو هو بيفكر ان هو يجي امريكا عن الطريقة دي. ممكن يفكر يجي امريكا وينور بس يجي بطريقة ما يكونش فيها اي نوع من الاذى. بشكركم جدا جدا، وبكرر شكر للدكتور بيتر، بكل التوفيق يا دكتور، وبشكركم جدا، وكان معاكم أيمن من أمريكا.